طبعا اليوم عائلة الأخ أحمد حجر راحوا زاروا الأخ أحمد. طبعا بالنسبة للمعاملة أنا أقول لكم صراحة معاملتهم طيبة في السجن، معاملتهم تمام، ما بش أي قلق بالنسبة للمعاملة، لكن القلق هو السجن والاحتجاز. احتجاز الحرية هو القلق. أما بالنسبة للمعاملة معروفين كيف تعاملهم، وتعاملهم مع الأسرى صراحة تعامل أفضل من غيرهم. نكون صادقين مهما اختلفنا في مسألة الانتماء. راحوا زاروه، هو يعاني طبعا فيها السكر وكذا، أحمد تعب شوية أكيد لما يكون مبتعد عن أهله ولأول مرة يدخل المعتقل أكيد بيتأثر وتتأثر أسرته. وأكيد أحمد أعتقد بد معه 5 أحمد حجر، 5 عيال ما شاء الله تبارك الله. فلما جاء تكلم من ضبح ومن قهر. وطبعا أنا أستغرب من العقول المحجرة الذي داخلها خلف ها، يقول لك تآمر في وقت واحد. جاء الحديث هناك علاقة مع التحالف مع الإعلاميين لإثارة الفوضى وإقامة ثورة. فنان يا أخي، أنت عبقري ومحلل سياسي ما شاء الله عليك، ما شاء الله، والمحلل السياسي.